السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى هنعمل المحشي المصري اللي بيكون أول حاجة على أي سفرة في أي عزومة وفي أي مناسبة إن شاء الله، بكل تفاصيله وبكل خبايا المحشي هنقولها إن شاء الله النهاردة مع بعض حبايب قلبي. محشي الكرنب اللي بيبقى مليان بقى في الشتاء وبيبقى بقى بخيره كده، والزرعة بقى بتبقى جميلة وبيبقى مسكر وأوراقه زي العسل. هنا حبايب قلبي دي كل المكونات معانا وكل المقادير بتاعته وكل حاجة هنقولها واحنا شغالين. البصل والجزر ده كان للأرضية وكل حاجة ايه معانا، وإن شاء الله هقول لكم على كل حاجة وكل كبيرة وصغيرة علشان يطلع معاكي محشي عسل عسل، والكل يقول لك ايه سر الخلطة بتاعته. هنا حبايب قلبي كان معايا كرومبة وسلقتها في حبة مية وكمون، في حبة ملح اسفة وكمون، واول ما المية بتغلي بنحط الكرنب وبنشيله على طول ياخد غلوة واحدة علشان ما يتهريش. وبقى كان معايا الورقة الصغيرة دي، انا نسيت بقى سامحوني. هوريكم النهاردة طريقة سهلة ان شاء الله علشان ما تقطعيش ورقة ورقة، لا دي على القطاعة بنسويها كده وبنقطعها. الورقة دي عشان صغيرة فانا سبتها، لو كبيرة تقطعيها الحجم اللي انت عايزاه، اذا كان كبير او وسط، وبنسيبها زي ما هي كده. وهوريكي طريقة النهاردة سهلة لللف بعملها لما بكون ورايا حاجة ومشغولة. دي حبايب قلبي اول حاجة حلة هنسلق فيها الفرخة. كان معايا فرخة عتائي بلدي بقى من الفيوم، وكل اهل الفيوم وحبايبي كان جوزي جايبها لي يعني من حد معرفة بيجيبها لنا، وقلنا بقى نعمل عليها شوية المحشي العسل. حطيت حبة جزراية، حبة بصل يعني، كان بصلاية تقريبا وجزراية كبيرة من اللي انا مقطعاهم للأرضية. وان شاء الله حطيت مكعب ماجي عشان نسلق الفرخة العسل العسل وناخد منها احلى شوربة لحبة المحشي النهاردة. بصوا حبايب قلبي، حطيت المكعب وحطيت طماطمايه، كله متقطع مكعبات، شرايح اللي انت عايزاه. وهنسيبها بقى تغلي ونعمل بقى احلى تسبيكة للمحشي، التسبيكة بتاع مكة اللي الكل لما بيدوقها عندي بيقول لي ايه الحلاوة وايه الجمال ده. لازم حبايب قلبي نعمل الحاجة بالمقادير مظبوطة وصح علشان تاخدي نتيجة احسن واطعم، وان شاء الله يطلع معاكي ناجح 100%. هنا حطيت حوالي ربع كوباية زيت حبايب قلبي، وكان معايا 4 بصلات كبار، فانا حطيت 3. عايزة تحطيهم كلهم بس انا قلت الكمية كانت كبيرة عشان دول كانوا حجم كبير. البصل الابيض دلوقتي طلع ومتوفر الحمد لله، سعره في متناول الجميع. فالبصل كتري زي ما انت عايزة، او تحطي 3 ما فيش اي مشكلة، بيديله تسكيرة وطعمه حلو جدا يا بنات. دول كانوا 3 كبار، وحطينا حبايب قلبي 3 فلفل رومي وواحد كان في وسطيهم فلفل حراق. عايزة تحطي 2 ما فيش اي مشكلة، بس انا عشان معايا اطفال حطيت واحد. ونشوح بقى الكلام الجميل ده لغاية ما الروايح تطلع، وان شاء الله كده هنشوف هنحط عليه ايه تاني. وان شاء الله عشان تبقى معاكي احلى تسبيكه حطينا بقى معلقه فلفل اسمر كبيره، دي كانت معلقه كبيره. انا بحط التوابل في الاول حبايب قلبي علشان الروايح بتاعتها تطلع، ونص معلقه شطه. عايزه تحطي معلقه كامله مفيش مشكله، زي ما قلت لك عايزه تخليه سبايسي يبقى حطي معلقه. ودول 2 خلطه المحشي بتجيبها من عند عطار، بتبقى خلطه كده مشكله من بقدونس وكل الخضروات وتوابل ناشفه بيطحنوها بتبقى جميله جدا. ودي حبايب قلبي كانت معلقه الا ربع، كانوا اخر حبه معايا 7 بهارات. نحط الخلطه الجميله التوابل الجميله دي في الخلطه في الاول علشان ريحتها تطلع وتديكي طعم في منتهى الجمال. 1 مكعب ماجي وكنت بفتفته اهو، ونشوح بقى لغاية ما كل بقى النكهات والتوابل تطلع. والبصل معايا يبقى لونه بني، حطيت معلقة كبيرة توم. انسي بقى يا بنات معلقة التوم بقى، بصوا جميلة جميلة، اللي ما بيحطش توم جربيه وهتدعي دعوة حلوة لممكة باستمرارية القناة. ونشوح بقى الخلطة الجميلة، بصوا بتتكلم عن نفسها يا بنات، ما شاء الله ما شاء الله في منتهى الجمال، وما بغيرهاش علشان تحفة تحفة.
ده أساس المحشي المصري اللي كنت إن شاء الله على طول أنا ووالدتي بنعمله، ربنا يديها الصحة ويشفيها يا رب. ده كان كيلو ونص طماطم كنت أنا ضرباها وحطاها في الفريزر، طلعتها فكت كنت فكاها على النار وبعد كده حطيتها ونص معلقة سكر. عندك الطماطم تضربيها كده جاهزة مفيش أي مشكلة حبايب قلبي. بصوا لايك أهو لأحلى تسبيكة لأم مكة. هنا حبايب قلبي كان المية غليت، حطيت بقى فيها الفرخة غسلتها في محلول النقع لمدة ساعة، وبعد كده بحط عليها خل مرة تانية، وبعد كده بشطفها بقى الشطفة الأخيرة، وبعد كده بصفيها بتبقى معايا زي الفل بالكبدة بتاعتها والقنصة. دي بقى فرخة عتاقي، وأنا بقى عمالة أقول يا رب إن شاء الله ما تعوقش، بس الحمد لله رب العالمين ربنا استجاب لدعايا وما خدتش معايا ساعة إلا ربع، وكانت عسل عسل، كانت جاية لنا من الفيوم. فقلنا بقى لأ لازم ننتهز الفرصة ونعمل عليها شوية محشي. بصوا يا ما شاء الله أنا حطيت بس أول نص ساعة يا بنات حطيت نص معلقة فلفل أسمر، دي مش هحط الملح في الأول علشان دي بلدي، إنما لو بيضة بنحط الملح في الأول. بصوا بقى التسبيكة بقى ما شاء الله عليها اتكثفت واتسبكت وبقت زي العسل. هنعمل فيها ايه؟ انا كان عندي صلصة حطيت معلقتين وهي القوطة ما شاء الله حمرا. عندك حبايب قلبي معلقة بابريكا حطيها، بس هي بتديها قوام وبتدي اللون للطماطم حلوة جدا جدا. اللي عندك الخير كله حطيه. بص بقى احلى تسبيكة للمحشي ان شاء الله. وده كان كيلو ونص رز، انا عملت الحلة وكان في حبة فضلوا فعملتهم لتاني يوم مفيش اي مشكلة. لو كرنباية طبعا صغيرة شوية هنحط كيلو رز او كيلو وربع على حسب حجم الكرنبة اللي عندك. ونقلب حبايب قلب الرز مع الخلطة الجميلة الجبارة ونشوح فيهم شوية، وبعد كده نظبط الملح بتاعنا. وبنخلي الخضرة يا بنات اخر حاجة ليا ام مكة عشان تفضل محتفظة بلونها وبتفضل معاكي صاحية كده زي ما بنقول كده بالمصري، وبتفضل جميلة ولونها زي ما هو زاهي كده واخضر. فشوحت حبايب قلب الرز مع الطماطم، ودلوقتي انا كنت ماسكه الملح في ايدي اهو ظبطت حطيت معلقتين كبار. وبعد كده حبايب قلبي لما ننزله من على النار ونسيبه يبرد احتاج ملح حطيه، الملح ده بتاعك انت تظبطيه بس لما تدوقيه ان شاء الله لما ينزل. وقعدت اشوح فيهم كده. انا مش من النوع اللي باول ما احط الرز انزل، لا انا بسيبه ياخد 5 دقايق يشمع علشان الرز حبايب قلبي ياخد من كل النكهات والطماطم ويبقى جميل كده معاكي. هو ده اساس المحشي المصري بتاعنا. شوحت كويس جدا، وزي ما قلت لكم اخر حاجه ان شاء الله دلوقتي بعد ما قلبت الرز مع الطماطم اخر حاجه الخضره. انا بصراحه بحب احط له خضره كتير. دول كانوا حوالي 5 حزم، وكنت غسلاهم في خل وكنت مصفياهم ومقطعاهم ناعم، وبعد كده بحطهم واخر حاجه بقى بنقلب. و5 دقايق يا بنات بالظبط وبنطفي على نار هاديه، اوطى نار عندك اللي هي الهاديه خالص. بنوطي بقى النار خالص علشان ما يتلسعش من تحت، وبعد كده نسيبه لما كل المكونات الجميله تاخد من بعض. وبعد كده حبايب قلبي بنحطه في حاجه بقى يبرد ونبدا نحشي. جربي بقى الخلطه الجميله دي اللي هي بقى الاساس بقى، وان شاء الله تعجبك وتعتمديها وتطلع احسن حاجه من ايديك. بصي ما شاء الله عليها بتتكلم عن نفسها تحفه تحفه. انا غطيت اهو 5 دقايق زي ما قلت لكم اهو، كنت بوريكم بايدي، وبعد كده فضيتها بقى الصينيه دي عشان كبيره عندي، فحطيته بقى بس كده يبرد. واول ما يبرد ان شاء الله هنحشيه واحلى خلطه محشي ان شاء الله. بصوا حبايب قلبي انا كنت بس كده ببعد الرز عن بعض علشان يبرد، وبعد كده جبنا الحله اهي حطيت ورقه خضراء عشان انا بصراحه اولادي مش بيحبوا اللون اللي هي الورقه الخضراء قوي دي، فانا بخليها في الاخر. وحطيت بقى حبه بصل وجزر للارضيه علشان اول صف معاكي ما يتحرقش، وفي نفس الوقت بتطلع لما بتستوي بتدي طعم حلو جدا جدا يا بنات للمحشي. وبعد كده بقى هنحشي. بص بقى الطريقه السهله عشان ما تتعبيش في لف المحشي. الورقه زي ما قلنا قطعناها اهو بالسمك اللي انت عايزاه على الورقه بطولها بعد ما سلقناها وصفيناه. وبعد كده بشطفه، طبعا انا بشطفه قبل ما ببدأ فيه اي حاجة علشان ما يبقاش فيه اي حاجة، عشان ده معلش بيكون في الارض. بنمسك بقى الورقة
بطولها بصوا يا بنات بنحط حبة في النص وبنلف 2 لفتين وبعد كده بنقطع. دي أسهل طريقة وأحلى طريقة، ولو عندك 3 4 كرنبيات هتخلصيهم في حوالي ساعتين يعني بالكتير، أو ساعة ونص يعني لو الحجم كبير. إنما ما شاء الله أنا ساعات من كتر ما أنا بيبقى عندي شغل أو مضغوطة فباعمله وأنا واقفة. بُصّوا ما بياخدش حاجة، لفتين وباقطع. أحسن لمّا نقطع ورقة بورقة ونقعد نوضّبه زي ما بنقول بالعربي كده، ونقعد بيتعبنا وبيغلّبنا. لأ بُصّوا إحنا بنجيب الورقة بنحط الحشوة في النُص ونلِف لفتين ونحط في الحلة. دي الطريقة دي سهلة جدًا، جدًا معاكِ في اللَف لغاية إن شاء الله ما تكمّلي بألف هنا الحلة كلّها. هنا بقى بُصّوا الفرخة كانت استوت، قعدت ساعة إلا ربع الحمد لله ما عوّقتش معايا، لإن هي ما طلعتش من العتاية أوي اللي هي بتاخد سِوَى كتير. لأ هي قعدت ساعة إلا ربع، وحتى بُصّوا هتلاحظوا إن هي اتفتحت من الجنب ما يجراش أي حاجة. ضبّطت الملح بتاعها وحطيت واحدة ماجي يا بنات، وكانت كده بقى شِلتها وحمّرتها. وعشان بس ما أطوّلش عليكم أنا كنت بقى خلاص هنا ضبّطتها أهي، أنا بس سِبت تاخد من النكهات. وحبايب قلبي حمّرتها عشان إن شاء الله أقدّمها مع المحشي. أحلى فراخ وأحلى شوربة. وبُصّوا الشوربة صافية ولا فيها أي حاجة عشان مغسولة زي الفل. وبُصّوا بقى الدسامة بتاع الفرخة يا بنات، وكانت ما شاء الله. دي كانت نُص معلقة بهارات فراخ يا حبايب قلبي، بتدّيها طعم حلو جدًا لو ما عندكيش ماجي. وسِبتها بقى وزي ما قُلت لكم طلّعتها حمّرتها. وهنا بقى المحشي خلاص أنا لفّيته. وبُصّوا بقى الشوربة وحلاوتها. أنا يا دوب بنغطّي المحشي لغاية ما الشوربة بتاعته لغاية ما بياخد بس، وكل شوية حبايب قلبي بناخده بنهزه كده علشان حبايب قلبي الشوربة تخش فيه كله ويطلع معاك إن شاء الله يستوي. نحط حبة ونهز الحلة لغاية ما يتغطى بس. ليه؟ عشان ما يطلعش معاكِ معجن ويطلع مفلفل وزي العسل. أحلى حبة محشي على أحلى شوربة فرخة إن شاء الله. تاكلوه بألف هنا وشفا وإن شاء الله تعتمدوها. وبعد كده حبايب قلبي بناخد ورقة خضرا وبنغطيه من فوق علشان بيبقى البخار بيتحبس كده من فوق وبيسويه وما يخلّيش معاكِ واحدة نيّة ولا واحدة فيها أي مشكلة. كلّه بياخد سِوَى واحد. أول ما يتشرّب نوطّي عليه ويبقى إن شاء الله نكمّل تسويته. بُصّوا بقى المحشي وبُصّوا الجمال وبُصّوا الطعام. وهنا كان معايا خلاص الحمد لله استوى. وكنت بقى حبايب قلبي بافضّيه وبيتاكل طبعًا بقى وهو سُخن. بُصّوا الجمال بقى، وهو ده بقى المحشي المصري على أصوله. والفرخة أهي زي العسل وزي السُكّر. اتفضّلوا معانا وما تنسينيش في لايك ومتابعة، وقولي لحبايبِك على قناة أم مكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.